عليكم اصدقاء متتبعي قناه ربيع غزواني، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غندوي على واحد الموضوع مهم، موضوع كيعانيو منه كلشي، كاع الناس اللي كيقراو سواء في الخدمه. انا براسي كنعاني منه، اللي هو مشكل ديال بلاتي سمحوا لي. واش شريف؟ صافي انا متبع معك صافي. مشى لي التركيز واحد شويه وصافي انا متبع معك. صافي سير كمل. خليتيها في غدير لنا اليوم ان شاء الله فيديو. سير كمل. نوض قاعد معانا، نوض ركز معانا. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون الموضوع ديالو هو التركيز. بعد داك الكاس، داك الكاس بعدا. دونك اليوم ان شاء الله غادي ندويو على اسباب عدم التركيز، يعني شنو هما الحوايج اللي كيخليوك ما كتركزش مزيان اولا كتسها، كتكون غادي مع الاستاذ هذا شويه كيمشي لك التركيز، كتبقى تفكر في شي حاجه اخرى كتسها. متفقين؟ غندويو على الاسباب ديالهم، شنو اللي كيخليك يطرالك بحال ما هكا. ثاني حاجه غادي ندويو على العلاج، يعني غندوي معكم في شي حوايج باش تعالجوا من هذا المشكل هذا بالخطوات بشويه بشويه ان شاء الله، باش نتعالجوا جميعا حتى انا منكم من هذا المشكل هذا ديال التركيز. وقبل ما غادي نبداو وغنعاود لكم حقا القصه ديالي ديال انا كيفاش كنسها. انا شي حوايج طراو ليا وكنسها كيمشي لي التركيز. متفقين؟ ولكن قبل ما غادي نبداو ان شاء الله على هذا الموضوع هذا، بغيت نقول لكم ان القناه اللي وعدتكم بها، القناه اللي دائما كنبقى نصدع لكم براسكم، القناه اللي ان شاء الله غادي نحط لكم فيها كيفاش تنظم حياتك، كيفاش تقاد مذكره، كيفاش تريني، كيفاش تمشي هذه، كيفاش تقاد حياتك المدرسيه، امتى تراجع هذه الماده، امتى ما تراجعش هذه الماده، واش تراجع في الليل، واش تراجع في الصباح، ملي يقرب الامتحانات شنو دير. هذيك القناه ان شاء الله راه تصاوبات، غتلقاو اللين ديال القناه غتلقاوه لتحت في الديسكريبسيون، غتلقاوه لتحت في اول تعليق، وغتلقاوه الفوق هنايا، وهاي السميه ديالها هنايا، وهاي التصويره ديالها هنايا. صافي متفقين؟ دونك هي القناه، وتسناو ان شاء الله هاد اللي التحقوا تانستالاو بعدا فلاشين في هاد الايام هادي. في اي لحظه يقدر يتحط فيها شي فيديو واعر على المذكره، كيفاش تقاد مذكره وكيفاش تقاد حياتك كامله في مذكره. شد مذكره وتقاد فيها حياتك كاملين، وداك الشيء كامل اللي غنكتب في المذكره غنوريكم وانا كندير بحال الفلوغات. متفقين معايا؟ دونك خلينا دابا من ديك لاشين ونبداو في الموضوع ديالنا. السبب رقم واحد، وتبع معايا وركز معايا مزيان، السبب رقم واحد اللي كيخليك ما كتركزش بزاف هو عدم القراءه. هادشي اللي كنقول لكم فيه انا دابا هو ماشي غير تخربيق. هادشي قريت عليه وشفتو في ديزارتيكل وشفتو عند الاطباء وشفتو عند بزاف ديال الناس، وهزيتو ودرت الخلاصه لداكشي كامل وكنعطيه لك نتايا. يعني الناس اطباء داروا دراسات على تلاميذ، على ناس كيفاش شنو السبب اللي كيخليهم انهم ما كيركزوش. السبب رقم واحد هو ما كتقراش بزاف. دونك الا السبب ديال انك علاش ما كتركزش هو انك ما كتقراش بزاف. غتقول لا راه كنقرا، راه كنمشي في الصباح للمدرسه، كندخل عند الاجتماعيات، وفي العشيه لا، ما كندويش لك على هاد القرايه، هذيك القرايه اجباريه، هذيك كتمشي ليها ونتايا في قلبك. كندوي لك على القرايه ديال الكتب. متفقين؟ القرايه ديال الكتب بحال هاد الكتب هادو، ومن بين هاد الكتب هادو هما اللي تاهما غنبدا ندوي لكم عليهم ان شاء الله في ديك القناه الجديده. متفقين؟ نعطيكم كل مره كتاب وكذا وكذا. هاد الكتب هادو ملي كتريح وكتقرا كتبقى تركز. دابا غنشرح لك. دابا انا نقدرش نقرا هاد الكتاب هذا في شحال هادي، ما كنتش نقرا كتاب، كنقرا غير السطر الاول السطر الثاني كيمشي لي التركيز، كنبقى نفكر في شي حاجه اخرى، الدراري لاعبين كره، فيسبوك، انستغرام، كنبقى نفكر. فهمتي؟ ما كتقدرش تكمل حتى صفحه مقاده ما تقدرش تكملها. وحنا بدينا في السبب الاول اللي كيخلينا اننا ما كنركزوش مزيان. السبب رقم 2 اضطرابات النوم، يعني ما كتنعش بكري وما كتفيقش بكري، يعني الساعات ديال النوم ديالك ما كيكونوش كافيين، ما كتنعش 8 السوايع ديالك. كتقول لي لا انا كنعس 9 السوايع، كنعس مع 4 ديال الصباح وكنفيق مع 12، كنفيق مع 2، راه كنعس 8 ديال السوايع. لا، خاصك تنعس في الساعه البيولوجيه ديالك. الساعه البيولوجيه وكيفاش تنعس وكيفاش ما تنعس حتى هما غندير عليهم فيديوهات بزاف ان شاء الله في لاشين يوتيوب. كاين الساعه البيولوجيه راه هي ما بين 10 و 12 ديال الليل، ما بين 10 و 12 ديال الليل خاصك تكون نعستي. متفقين؟ فاش كتفوت 12 ديال الليل شي حوايج في الدماغ ديالك كيتخربقوا. هادشي اللي بقيت كندوي عليه غنطول هذا الفيديو. دونك حتى من بين الفيديوهات اللي غيتحطوا ان شاء الله في لاشين جديده اللي حطيت لكم اللين ديالها هو هاد الفيديوهات ديال كيفاش تنعس، كيفاش ما تفيقش، هادشي كامل.
متفقين؟ دونك السبب التالي اللي كيخليك ما كتركزش مزيان هو اضطرابات النوم. اما بالنسبه للسبب الثالث ركز معايا مزيان، هو سوء التغذيه. تقول لا انا تناكل، تنضرب طاكوس مع 12 وتنضرب بيتزا مع 3 وتنضرب شاورما مع 6 تا كناكل انايا واك الرزق انا شو الكريشه. لا، كندويش لك على الماكله، كندويش على الكم، كندوي على الكاليتي، الجوده ديال الماكله. متفقين؟ راه تقدر تاكل غير شي حاجه بسيطه في الفطور، شي حاجه بسيطه في الغداء، وشي حاجه بسيطه في الوجبه ديال العشيه، وشي حاجه بسيطه في الوجبه ديال العشاء، وتكون احسن من واحد اللي كياكل في الفطور طابله كامله وفي الغداء ياكل دجاجه وهادي، يعني تكون احسن منه. متفقين؟ يعني وهذا الشيء ما بقاش نجبد لكم في ديك القناه الجديده، هادشي كامل تا هو غادي نناقشوا ان شاء الله في ديك القناه الجديده ديال كيفاش تقاد النظام الغذائي ديالك يكون متوازن، وشنو تاكل في الصباح، شنو تاكل في الغداء، وشنو تاكل قبل من الامتحان، وشنو تاكل من بعد الامتحان، وشنو هادشي كامل ان شاء الله غندوي عليه في ديك القناه. المهم دابا انا غنقول لكم العلاج، راه دابا كندوي في الاسباب، وفي الجزء الثاني ديال الفيديو غنحط لكم ان شاء الله العلاج ديال باش ما تبقاش يكون عندك عدم التركيز. متفقين؟ ندوزو دابا السبب الرابع هو الضغوطات النفسيه. يعني فاش كتكون متاثر وكذا وهادي وبزاف ديال الحوايج ضاغطين عليك في النفسيه ديالك ومدمر وكذا، حتى هو كيخليك ما كتركزش. كيكون الاستاذ كيشرح كتبقى منتبه معاه بحال ما هكا، ولكن واحد اللحظه كتسها كتبقى تفكر في دوك المشاكل اللي عندك وكذا. متفقين؟ دونك كان هذا هو السبب رقم 4 اللي كيخليك انك ما كتركزش. دابا حنا اول حاجه فاش كتبغي تحل شي مشكل هو خصك تلقى لها السبب ديالو، او تلقى المشكل بعدا. دونك حنا دابا لقينا المشكل، 4 ديال المشاكل. المشكل الاول هو شنو هو؟ المشكل رقم 1 هو عدم القراءه. المشكل رقم 2 هو اضطرابات النوم. المشكل رقم 3 هو سوء التغذيه. المشكل رقم 4 هو الضغوطات النفسيه. من بين ما هاد 4 اللي كيبانوا لكم هنا، هاد 4 غنحاول هما نصحوهم. دونك الاولى عدم القراءه، غتقرا اسيدي، غتمشي دابا غتقرا تشري واحد الكتاب. مثلا انا عندي هنا التاثير المركب، المهم تسير تشري كتوبه، شريهم على الشكل اللي عجب، فهمتي؟ العنوان عجبك، الشكل في الاول كتبقاو اتيريوك غير الشكل ديال الكتاب، العنوان، المهم اقرا. متفقين؟ شري شي كتاب صغيور وقراه. والناس اللي ما كيصلاوش كنصحكم بهذا، وفاتتني صلاه زوين. دونك كتشري واحد الكتاب كتقرا النهار الاول ما تقدرش تكمل حتى صفحه، تمل وغتقول نيري شاد المرض. النهار الثاني غتضرب 2 صفحات، النهار الثالث غتضرب 3، تبقى غادي ما حدك كتزيد في الصفحات ما حد التركيز ديالك كيزيد. متفقين؟ انت غتولي تضرب نص كتاب، تخيل معايا غتضرب نص كتاب في ضربه واحده، تضرب نص كتاب، شويه غتولي تضرب كتاب كامل في لحظه واحده. اين فوا توصل لهاد اللحظه ديال انك كتضرب كتاب كامل في لحظه واحده، صافي التركيز ديالك ولا طوب. يعني غيولي الاستاذ كيشرح داكشي كامل اللي كيشرحو الاستاذ غيدخل هنا وما يخرجش من هنا، غيبقى هنا. متفقين؟ دونك السبب رقم 1 هو عدم القراءه، احنا حليناه. السبب الثاني هو اضطرابات النوم. كما كنقول لكم حاول تفيق بكري. الناس كيسحبوا راسهم ان خصك تنعس بكري باش تفيق بكري، لا، خصك تفيق بكري باش تنعس بكري. يعني مثلا انا اليوم نعست حتى 5 ديال الصباح، ما جانيش ننعس، ما عندي ما ندير. بنادم كيبقى يعاير علاش نعستي حتى 5، واش انا كرهت؟ انا ما جانيش ننعس، يعني حتى ضربات 5 ساعات جاني ننعس. راه ما يمكنش ليا انا مع 11 نبدا نشد في عيني نبدا نسد فيهم باش ننعس، راه ما يمكنش. دونك ما جانيش ننعس، انا نعست حتى 3 عاد جاتني النعسه ونعس. ندير التليفون، نشد التليفون ونعمرو مثلا مع 7 ديال الصباح ولا 6، نعمرو مع 6، واخا انا نعس مع 3، راه نعس 3 السوايع، ولكن مع 6 نعمرو. ملي نعمرو ما نحطوش حدا راسي، الا حطيت وحده راسي غير غنفيق غنطفيه، الا حطو فشي بلاصه بعيده باش تنوض. ملي تبغي تطفيه تنوض من الفراش وتحيد المانطا وتنوض عدو حتى غتقول سير على الله نوض. ملي غتنوض، ملي تنوض نهار كامل غيدوي عندك حل، نهار كامل وتفك نعاس ماشي مشكل، صبر ما تنعش، دير لا قيلو لا والو، بقى فايق، تبقى فايق ثق بيا. غضرب 9 ل 10 ديال الليل غتنعس، صافي ها هو تقاد لك النعاس ديالك. متفقين معايا؟ كاين بزاف ديال الحيل وكاين بزاف ديال العيبات كما قلت لكم غنقولهم لكم في الفيديو الاخر اللي غيكون فيديو سبيسيال على النعاس، على النوم. دونك الحاجه الثانيه او السبب الثاني حنا حليناه. السبب الثالث قلنا هو سوء التغذيه. يعني التغذيه ديالنا كنخربقوها، كتبقى تاكل في شيبس، مونادا، طاكوس كدا، هذاك الشيء
خايب على الصحه ديالك، والجهاز الهضمي ديالك عنده علاقه مع الجهاز العصبي، وعنده علاقه مع الدماغ، وعند شي كامل غنشرحوه ان شاء الله في فيديوهات اللي غنديروا على التغذيه. المهم دابا غنعطيكم غير خلاصه. فطر مزيان، فطر بشي حوايج ديال الدار، تغدى في داركم بلاش تغدى في الزنقه. في العشيه ملي تجي من المدرسه عندك 2 دراهم ماشي شري بها بيم ولا خبيها، سير تا لداركم شربها اتاي وخبز وشويه ديال زيت العود ولا فرماج ولا زبده ولا كذا، حسن ما تمشي تبقى تاكل في داكشي ديال الزنقه. في العشيه عاوتاني في الليل شي حاجه خفيفه، الراوز كذا شي حاجه خفيفه تاكلها وناس. تبقى غادي بهذا السيستم هذا، ثق بيا ان الجهاز الهضمي ديالك غادي يتقاد، غيتبعوا الجهاز العصبي، غيتبعوا الجهاز العقلي، وغيتبعوا كلشي وان شاء الله، وغتولي كتركز مزيان. الحاجه الرابعه هي اضطرابات نفسيه، يعني بعض المرات كيكونوا شي حوايج نفسيه وهذه حاول انك ما وغتولي كتركز مزيان. الحاجه الرابعه هي اضطرابات نفسيه، يعني بعض المرات كيكونوا شي حوايج نفسيه وهذه حاول انك ما تقلقش. ما كاينه حتى شي حاجه اللي تسهل اننا نتقلقوا عليها. حداك ماماك حداك باباك مثلا، ما حداكش ماماك اولا ما حداكش باباك، حاول انك دير بزاف ديال الحوايج باش مثلا ماما ولا بابا، مثلا ماماك ولا باباك ماتوا، حاول انك دير شي حوايج في حياتك باش يوصلوهم دوك الدعاوي يكونوا تما فرحانين. هما دابا في القبر فرحانين كدوي مع الناس اللي مثلا ميت ليه الام ديالو ولا الاب ديالو ولا بجوج. دونك حاول انك دير شي انجازات ودير شي حوايج في الدنيا هذه اللي هما يكونوا في القبوره يكونوا فرحانين وكيفتخروا بك، ماشي هما في القبوره وتيبكيو وتيقولوا ناري اش درنا مشينا وخلينا الدري مسكين، الدري مسكين معذب ومحن ويبقاو يبكيو وكذا. لا، خليهم تما فخورين وفرحانين، تيقولوا الله خلينا راجل، خلينا امراه، خلينا واحد الشخص اللي قاد بحياته وقاد انه يدير بزاف ديال الحوايج. متفقين معايا؟ دونك كان هذا هو العلاج، كانوا هما الاسباب، كان هادشي كامل. دابا غنعاود لكم القصه ديالي انا كيفاش كنصرا. انا كنكون غادي مثلا بحال هكا كيدوي معايا شي واحد حدايا، راه كيدوي معايا هاد الشحال هادي، دابا بديت شويه كنتعالج. كنكون غادي كيدوي معايا وانا ما معاش، كنفسها كيمشي ليا التركيز، حتى كيدير ليا كنقول لي شنو كيقول لي كنت كنقول لك كذا وكذا، كنقول ليه مسمح لي. دونك من بين الحوايج اللي درت باش انني نولي نركز مزيان وكذا وهذه، قريت كتوبه، بقيت كنقرا كتوبه بشويه الصفحات كذا. واحد النهار اقسم بالله العظيم واحد الكتاب سميتو معجزات الصباح، غنخلي لكم التصويره ديالو هنايا. فقت مع الصباح مع 8 ديال الصباح مشيت واحد القهوه جلست فيها ضربت الكتاب كامل معجزات الصباح، والله حتى من الصفحه الاولى حتى الصفحه الاخر ما عرفتش شي 2 ونص ولا 3 السوايع. ما شديت التليفون، ما هزيت راسي، ما عرفتش شكون اللي دخل القهوه ولا شكون اللي خرج. شديت كتاب ديال اقسم معجزات الصباح للفكره راه مخلي عند واحد الدري صاحبي من هذا المنبر كنقول لي رجع لي كتابي وسفيان ورجع لي كتابي. دونك خليته عندو مشى، اللي مشى ما جا، مشى الكتاب. من داك النهار بقيت شفتو له هو الكتاب. المهم داك الكتاب والله ضربته من الصباح حتى من شي ساعتين، مع ديك 8 ديال الصباح ل 10 ونص 11 الكتاب كامل تضرب. عرفتي راه كنحس بدماغي عمر، وليت غادي وكنتعنقر نحس براسي، فهمتي؟ درت شي العايه. المهم كان هذا هو الفيديو، كان هذا هو الشيء اللي كندير دابا، ما عرفتش شنو هو. بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات جايه.